السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وعمر كورة عالمية، الأخبار العالمية والمحلية وكأس العالم، متعة كأس العالم، مفاجآت كأس العالم. كرواتيا تقصي البرازيل من كأس العالم وتصعد لنصف نهائي كأس العالم قطر 2020. كرواتيا تحقق المستحيل وتفوز على البرازيل 4-2 بضربات الجزاء بعد التعادل في الوقت الأساسي والإضافي 1-1. كرواتيا لتاني مرة على التوالي تصعد لنص النهائي، صعدت 2018 للنهائي وحاليا لدور قبل النهائي. على فكرة كرواتيا صعدت كأس العالم 6 مرات فقط، أولها كان سنة 98 خدت المركز الثالث بعد فوزها على المركز الثالث والرابع على هولندا 98. صعد 2002 وخرجت، صعد 2006 وخرجت، 2010 لم تصعد، 2014 صعد وخرجت، 2018 كانت وصيف كاس العالم بعد فرنسا، و2022 صعدت للدور نص النهائي. 5 لقاءات ما بين كرواتيا والبرازيل، كان معظمها فوز للبرازيل. البرازيل فاز قبل كده 3 وتعادلت مرة، وهي كرواتيا تفوز لأول مرة على البرازيل. البرازيل تخرج من هذا الدور منذ 2002 بعد ما حصل على كأس العالم. 2006 طلعت من دور 8، 2010 من دور 8، 2014 الدور قبل النهائي كان في البطولة في البرازيل بعد هزيمتها من ألمانيا 7-1، و2018 من دور 8، و2022 من دور 8. كرواتيا لعبت مباراة قوية أمام البرازيل، مباراة قوية دفاعيا. شكل الفريق اللي بيدافع صح هو اللي بيفوز، بيحاول يوصل ضربة جزاء ويفوز. البرازيل لعب النهارده الشوط الأول سجال ما بين الفريقين، ولكن الشوط الثاني قوي جدا للبرازيل. البرازيل يعني حتى باين واضح من التسديدات، 11 تسديدة للبرازيل على حارس كرواتيا وتسديدة واحدة من كرواتيا. تخيلوا، التسديدة الوحيدة اللي شاطتها كرواتيا على حارس البرازيل جت جول في الدقيقة 120 وقت بدل الضايع، الوقت الإضافي يعني. عندك البرازيل هدف عالمي لنيمار يعني قبل الوقت الإضافي ما يخلص بدقيقة واحدة أو في النهاية، هدف عالمي لنيمار، كورة 1-2 من نيمار، وهدف يراوغ به الحارس ويحرز هدف قوي جدا. سيطرة برازيلية كانت في أواخر ربع ساعة من الشوط الثاني، ولكن لم يستطع لا نيمار ولا أنطونيو ولا باكيتا أن يفك الحصار الدفاعي لكرواتيا، ودخل وقت إضافي. وفي الدقائق الأخيرة زي ما قلت تعادلت كرواتيا ودخل ضربة جزاء، وفازت كرواتيا على البرازيل بضربات الجزاء، وصعدت للدور الأربعة لمقابلة مين؟ مقابلة الأرجنتين. كرواتيا البرازيل اللي شاركت 22 مرة كأس العالم، 22 مرة منهم وصل 7 نهائي، وخدت 5 بطل عالم. كرواتيا إلى نصف النهائي لمقابلة الأرجنتين اللي فازت النهاردة على هولندا. مباراة كانت قوية جدا، مفاجآت بالجملة في المباراة دي. ميسي رجل المباراة كالعادة يسجل ويصنع. ميسي صنع الهدف الأول، ومولينا سجل في الدقيقة 35، وميسي يسجل من ضربة جزاء في الدقيقة 73. ولكن هولندا ومدرب هولندا ينزل في غورست في الدقيقة 78 يحرز هدف تقليص الفارق الدقيقة 83، والدقيقة 101 يحرز الهدف الثاني لهولندا. خلاص هولندا يعني الأرجنتين قلنا خلاص. أنا مشجع على فكرة هولندا، وكنت بشجع البرازيل. أنا بشجع الأرجنتين وكنت بشجع البرازيل. الأرجنتين خلاص احنا قلنا الأرجنتين صعدت، ولكن تعادل في دقيقة 101 وقت إضافي وضربات جزاء، وتفوز الأرجنتين على هولندا 5-3 و2-2 يبقى 7-5. طبعا كل مدرب له فكر، يعني عندك دخل مدافع هولندا عشان يطمن، هو الكابتن والمدافع واللاعب النجم فيهم. عندك النجم في الارجنتين شاط ميسي، عطى ثقه لعيبه الارجنتين.
لكن فان دايك في هولندا شوط اول ضيع، اهتزت طبعا الثقه عند لعيبه هولندا، وفازت الارجنتين لمقابله كرواتيا في الدور قبل النهائي. على فكره تقابل الارجنتين وهولندا من قبل 5 مرات في كاس العالم. سنة 78 فاز الأرجنتين على هولندا، وسنة 98 فازت هولندا على الأرجنتين. سنة قبليها كانت 74 هولندا كانت فايزة 4-0. 2006 تعادل، و2014 فازت الأرجنتين في الدور قبل النهائي على هولندا وطلعتها من الدور قبل النهائي، وصعد طبعا الأرجنتين النهائي واتغلبت من ألمانيا. 2022 فازت الأرجنتين على هولندا وصعد دور قبل النهائي. بكرة مباراتين، المغرب مع البرتغال الساعة 5، وانجلترا وفرنسا الساعة 9. على فكرة من ميسي أحرز الهدف العاشر ليه في كاس العالم، وأحرز الهدف الرابع ليه في هذا الكاس. أما عندك نيمار أصبح بهذا الهدف الهداف التاريخي مع الأسطورة بيليه، 77 هدف للبرازيل لنيمار، والهدف الثامن ليه مع المنتخب في كاس العالم. أحرز 2014 هدفين، و2018 هدفين، و2022 هدفين، ولكن كان يحلم نيمار بالتتويج مع البرازيل بكاس العالم. كاس العالم مع البرازيل 20 سنة عدت والبرازيل لم يحرز كاس العالم، ما حصلتش. يعني البرازيل واخده كاس العالم 58 و62 ورا بعض، واخداه 70، واخداه 94، واخداه 2002. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.